الشعب اليمني عنده هالمال أعز وأغلى وأهم من أرضه وعرضه. أنا اليوم أجيب لك دليل بأن اليمني مسه ومس أرضه ومس أي شيء مهما كانت قيمته الاجتماعية والإنسانية والعقائدية، ولكن لا تمس رغيفه. إذا مسيت اليمني، إذا مسيت رغيفه يتحول إلى وحش كاسر، لأن الفلوس المال عنده في المرتبة الأولى، وكل ما دون المال يأتي في مراكز متدرجة كلا حسب أولوياته وأهميته عنده. تبغى دليل؟ أبشر، أجيب لك دليل يثبت ما ذكرت لك في الحلقة السابقة اللي إن شاء الله أحط لك رابطها الآن وما أذكر لك اليوم. تفرج على هذا مقطع الفيديو هذا، شوف، تفرج على هذا المقطع ونرجع بعدين نعلق. هذول مين؟ هذول جنود هذه الميليشيا التي تحتل أرض اليمن وتغتصب حرائر اليمن. لكن عندما دخل الحوثي ومس رغيف اليمني، فلوسه، تجارته، رزقه، تحول إلى وحش كاسر، وضرب مجموعة من الحوثيين. ليه تحرك اليمني لما جاءت الحوثي على تجارته، ولم يتحرك لما اعتدى على احتل أرضه وانتهك عرض بعض حرائر اليمن؟ هل النخوة العربية تبدلت عندك وأصبحت الدياثة مكانها؟ هل المال عندك أصبح أهم من العرض؟ هل المال عندك أهم من الأرض؟ هل النخوة العربية والشهامة والغيرة تحولت إلى خيانة ودياثة، خيانة الأرض ودياثة على العرض؟ هذه حياتك؟ المال يعلو ولا يعلى عليه، وكل ما دونه أولوياته حسب أهميته عندك؟ ليه ما تحركت؟ ليه ما تتحرك على أرضك؟ ليه ما تتحرك على تحرير أرضك وعرضك؟ حرائر اليمن يتعرضون لانتهاك واغتصاب والعياذ بالله، ولكن الله ابتلاهم بهذا المجرم الحوثي. ما تحركت الغيرة عندك على عقيدتك؟ الحوثي بدأ يغير عقيدة النشأ ويحولهم من عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عقيدة المجوس. هذه ما لها غيرة عندك، وهذا حال اليمن منذ زمن، وعانى منها التحالف أيضا. هذه كلها، كل اللي راح ذا ما له قيمة عندك. بعض النساء اليمن أوفى وأشرف وأنقى وأكثر غيرة على أرضهم وعرضهم من رجالهم، وأكثر جراءة في التصدي للحوثي. بينما اليمني متبطح في السوق ولا في السعودية ودول الخليج، تارك أهله وجاي هنا. بعض اليمنيين ولا همه ولا كان اليمن يعني، وهم أجرأ منهم حتى في التصدي للحوثي ولو بالشجب والإنكار باللسان. وهذه يسمعوا اليمنية هذه التي تتكلم بكل جراءة على أرض اليمن وبين الحوثيين. اسمع. شايدهم روحنا يا مسلمين، ونحن شايدهم روحنا اليمن، لا يسمعون يدقوا على الحوثي لما يخرجوا أبوه ابن مشوعي، يخرجوا أبوه لا يسمعوا. سلام عن حوثي. والله أنا أتحدى أن فيه يمني يستطيع أن يقول الكلام اللي قالته هي. تتأكد أن نساءكم أشجع منكم وأكرم وأوفى منكم لأرضهم وعرضهم. فتيجي أنت تهايط علينا وتقول أنتم ما قدرتوا للحوثي، أنت ما قدرت تحرر أرضك، أنت ما تبغى الحوثي يروح لأنك وجدتها باب رزق جميل بالنسبة لك.